القوة التي يجب أن يخشى منها المنتخب المغربي التي يركز عليها حتى يتجنب أي أهداف برازيلية؟ بالدرجة الأولى السرعة والكثافة الهجومية. أنا بتكلم عن رافينيا، واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، جناح برشلونة. بتكلم عن فينيسيوس جونيور، اللاعب المثير للجدل في كل الأوقات، وهو لاعب مميز جدا ويستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم. بتكلم أيضا عن كاسيميرو، رمانة الميزان في نص الملعب اللي يقدر ينقل اللعب بصورة سريعة. ماتيوس كونيا، واحد من اللاعبين اللي ما تحسش بيهم في الملعب لكن فجأة تلاقيه ليه لدغات زي الثعبان، يحرز أهداف بطريقة جميلة جدا. في مجموعة كبيرة في منتخب البرازيل تقدر تصنع فارق. ضربات الرأس من ماركينيوس قلب الدفاع، الحارس المتميز أليسون بيكر يقدر يكون حائط صد منيع لفريق البرازيل. أنا أتوقع على المستوى الشخصي هتكون مباراة مفتوحة، لا البرازيل هتلعب بصورة دفاعية ولا المغرب هتلعب بصورة دفاعية. منتخب المغرب مليء بالنجوم الكبار، يعني لنا فترة طويلة عمرك ما كنت بتقدر تحفظ تشكيلة كاملة المنتخب. لو انت اتبصيت على منتخب المغرب بداية من ياسين بونو حارس المرمى، الآن تحفظ 26 لاعب، كل اللاعبين، وعارف امكانات كل لاعب وبيلعب فين ويقدر يصنع الفرق ازاي. في جبهة يمين قوية من حكيمي وابراهيم دياز، في جبهة يسرى ايضا قوية من رحيمي ومعاه في الخلف مزراوي، في تشكيلة في الوسط العناوي مع مرابط، في قدام صابري، في اسماء كبيرة تقدر تصنع فارق وتقدم كرة قدم حقيقية. وكل الأسماء اللي بقول لك عليها يا أحمد بتلعب في أحسن الدوريات. الوحيد اللي ما بيلعبش في دوريات أوروبية هو سفيان رحيمي، وبيلعب في العين الإماراتي، واحد من أفضل اللاعبين في الأداء التكتيكي وأيضا المهاري. قاد العين إلى لقب آسيوي دوري أبطال آسيا، نعم، في قبل سنتين من الآن تقريبا. طيب، بالنسبة للمنتخب المغربي، تغيير الإدارة الفنية للمنتخب المغربي، هل يكون هذا ناحية سلبية أم إيجابية بالنسبة للاعبين؟ لاعبين تعودوا على المدرب السابق. هي الظروف اللي أحاطت بالإطاحة بالمدرب ركراكي كانت ظروف غريبة. الأنباء تخرج أن الركراكي خارج الإطار الفني، ثم تأكيدات من اتحاد الكرة المغربي أن الركراكي مستمر، إلى أن وصلنا في النهاية لتعيين محمد وهبي. محمد وهبي اسم كبير، خد كأس العالم للناشئين في شيلي مع منتخب المغرب، كسب الأرجنتين في النهاية 2-0، قدم مباريات جميلة جدا. هو اسم كبير يعطي ثقة للاعبين. أهم ما في الموضوع هي التشكيلة الموجودة متجانسة جدا، ليها فترة بتلعب مع بعض. صحيح الزلزولي مش موجود، صحيح أكراد مش موجود، لكن تشكيلة المغرب بصفة عامة موجود فيها أسماء كبيرة. المدرب ما وإلا توظيف، زي ما نتكلم حتى على البرازيل إيه الاختلاف اللي فيها؟ وجود كارلو أنشيلوتي، واحد من المدربين العقلاء، بيعرف إمكانات لاعيبته وبيقدر يوظفهم بالطريقة اللي تصنع فيه فارق، وده شيء جيد. نفس الكلام مع محمد وهبة، أنا أتوقعها قمة جماهيرية فنية عالية بإمكانات هجومية على أعلى مستوى، والكل يترقب ذلك. لنطوي ملف الأسماء التي قادرة على قيادة المنتخب التركي للوصول بعيدا في هذه البطولة. منتخب تركيا عنده جواهر حقيقية. لما تيجي تتكلم عن أردا جولير، واحد لم يتوقع أحد هذا التألق الكبير مع فريق ريال مدريد، سواء مع تشافي ألونسو لما مسك فريق ريال مدريد لعب بصفة أساسية وقدم مباريات جيدة، أيضا مع أربيوا لعب بصفة أساسية وقدم مباريات جيدة، أصبح لاعب لا غنى عنه. أيضا يلدز اللي بيقدم مباريات رائعة، حد قوي جدا، عنده لياقة بدنية عالية، عنده مهارات كبيرة، بيقدم مباريات قوية جدا مع اليوفي. أيضا صاحب الخبرة نجم الإنتر هاكان أوغلو، واحد من اللاعبين المميزين جدا. لما تحط الثلاث أعمدة في تشكيلة هجومية لمنتخب تركيا مع وجود أسماء كبيرة في الخطوط الأخرى، يقدر يصنع فارق في المباريات. وتركيا مش غريبة على هذا المنوال. لو انت رجعت بالسيناريو لورا 2002 كان عندنا حسن شاش، واحد من الأسماء الكبيرة، كان عندنا رشدو الحارس المميز كان من الأسماء الكبيرة، هاكان شكور واحد من الأسماء الكبيرة. انت توصل لثلاث أربع أسماء يقدروا يصنعوا فارق، يصنعوا فارق كبير. مواجهة المنتخب الأمريكي مع البوروغواي و4 أهداف للمنتخب الأمريكي وضعت ضغط على لاعبي المنتخب التركي. الآن يجب التفكير بإحراز فارق أهداف أم يجب التفكير فقط بإحراز ال3 نقاط برأيك؟ بدون شك ال3 نقاط. احنا بنلعب دور المجموعات انت محتاج تجمع نقاط حتى تصل للدور التالي من البطولة. فوز الأمريكا على الباراجواي برباعية لا يمثل ضغط، الضغط هو موجود اوريدي، يعني طبيعي الضغط موجود، انت بتلعب في كاس عالم، جمهور كبير لا يرحم، انتقادات كبيرة من الجمهور من الإعلام، منتخب غائب عن المونديال لمدة 24 عام، 6 نسخ غير موجود في المونديال.
طبيعي يكون عليه ضغوطات عند كل اللاعبين بلا استثناء، والجهاز الفني بقياده مونتيلا الجميع في حاله تركيز عالي جدا كيف بعد هذا الغياب ان يعود بقوه دون النظر اذا حتى لو امريكا تعادلت مع باراجواي ما فازتش، هو لازم يكون تحت ضغط البطوله، ضغط اسم كاس العالم، اسم المونديال، المتابعين في كل مكان المنتظرين نتائج مختلفه من منتخب تركيا. لكن فوز امريكا بدون شك زود الضغوط. هو دلوقتي بيفكر ستيب باي ستيب، عاوز الخطوه الاولى يكسب استراليا، الخطوه الثانيه يكسب باراجواي، بعد كده مباراه القمه وهي المباراه الثالثه في المجموعه هتكون بين امريكا وبين تركيا، هي اللي هتحدد من هو بطل المجموعه. لكن الحقيقه الملحوظه اللي عندي انا عمليه السفر، يجي من كندا لامريكا اجواء غير اجواء، من كندا للوس انجلوس مشوار طويل. نعم. انت بتتكلم على طيران اكتر من 9 ساعات وفارق توقيت بين هنا وهنا. عمليه التاقلم انا مش فاهم وجهه نظر اللجنه المنظمه كانت ايه، ان منتخب يلعب مباراه في كندا ومباراه في امريكا. هذا ليس مع منتخب تركيا بل مع العديد من المنتخبات. كنت افضل ان المجموعه تلعب بالكامل مبارياتها في سواء في المكسيك او في كندا او في امريكا حتى يتم يعني التأقلم. فريق العمل منذ حوالي 5 أيام ونحن في الولايات المتحدة ما زلنا نعاني من موضوع فارق التوقيت. نعم. طيب كابتن، ذكرت عدد من أسماء النجوم بالمنتخب التركي، لكن نتحدث مثلا عن أردا جولر. أردا جولر كيف يستطيع المدرب الاستفادة من قدراته بشكل جيد وبشكل يؤكد من خلاله نجوميته هذا اللاعب؟ مش المدرب يستفيد منه، كيف يستفيد زملائه منه. هذا اللاعب ساحر، لاعب فنان. انا شايفه مش بيشوف بعينيه الاثنين بس، ده بيشوف بظهره ازاي تحركات زمايله، عنده رؤية عالية جدا وامكانيات فنية متميزة جدا، خلاف ان هو عنده مهارات عالية، يقدر يصنع الفارق، يعمل كروس، يعمل ثرو باس، يعمل باصات سريعة. محتاج تفاهم كبير بينه وبين زمايله، واعتقد هذا التفاهم موجود. لاعب مستقبل، لاعب عالي، لاعب قريب جدا هتشوفه ينافس على الكرة الذهبية إذا واصل أداؤه المتميز مع وصوله لسن متقدمة نوعا ما. هو ما زال صغير السن 20 عام. إن شاء الله في المستقبل هتشوف أردا جولير واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، يقدم مستوى عالي جدا تستفيد منه الكرة التركية، وأيضا يقدم نفسه على المستوى العالمي وهو بيلعب في نادي كبير زي نادي ريال مدريد، واحد من أكبر أندية العالم وصاحب الرقم القياسي العالمي في الفوز ببطولات دوري أبطال أوروبا. نعم.